كيف ما كنقولوا دابا دخلنا للعمق ديال هاد البالانس برايس رانج. فاللي غنقول لكم كون اكيد 100% بان هادشي اللي غنقول لك عمرك غادي تشوفه في شي فيديو في المغرب كاع، او عند الناس، او قليل اللي غيكون شارح هادشي. لكن بهاد التفاصيل اللي غتشوف دابا راه ما كاينينش. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا في العنوان وقدامنا درس جديد، وهذا الدرس هذا وهذا المفهوم هذا حتى هو كيتعلق بالمفهوم ديال فير فاليو كاب، وحتى هو من المشتقات ديالو. فالقليل اللي عارف هذا المفهوم هذا والقليل اللي عارف يخدم به حقيقي بطريقة صحيحة، والقليل اللي عارف يفرق بينه وبين الانفيرس فير فاليو كاب. حيت في النظرة الأولى كيبان لك أنه ما كاينش فرق، لكن كاين فرق ونعرفوه من دابا شوية. فنبداو على بركة الله. فكيف ما كنشوفوا في العنوان عندنا بالانس برايس رينج، والاختصار ديالو هي بي بي ار. فشنو هو؟ وهو قاسم مشترك كيكون ما بين جوج ديال لي فير فاليو كاب مع بعضياتهم، كيكونوا معاكسين ولكن في نفس اللحظة، ماشي دايز عليهم مدة أولى، لا، تكون في نفس اللحظة، في نفس، كيف نقول، نفس المكان. فمثلا هذا رسم توضيحي مثالي. علاش مثالي؟ فحيت هنا درت لكم جوج ديال لي فير فاليو كاب متساويين مع بعضياتهم. داكشي علاش قلت لك ان هذا رسم مثالي، ولكن كاين امثله الاخرين فماشي مثالي. فهذا للشرح فقط. واخ شنو هو هادشي انيس؟ فعندنا السوق هابط، كولينا فير فاليو كاب هابطه، وراها بالضبط اون فوا سالات هاد الفير فاليو كاب جات فير فاليو كاب اخرى خرجت منها طالعه. فهنا ماشي انفيرس فير فاليو كاب كيف ما عارفين في الدروس اللي قبل. واخ هنا تشكلت لينا فير فاليو كاب الاولى تراسيناها، وهنا تشكلت لينا فير فاليو كاب الثانيه تراسيناها. فكي قلت لكم هذا رسم مثالي، داكشي علاش قاسم مشترك جا وسطهم نيت. لكن غادي نعرفو الفرق بيناتهم في الامثله الجايين. لكن قبل ما نمشيو فالدور ديال هادو كاينين 6 ديال الحالات، كاينين 3 في الحالات العاديه و3 الحالات في الحالات اللي ماشي عاديه. فنمشيو خطوه بخطوه كيف ما متعودين دائما في هاد لاشين هادي. عندنا المثال الاول هذا فيه السوق هبط وراها طلع. عندنا فيه بكل بساطه هاد فير فاليو كاب صغيره وهادي كبيره، وهنا العكس. داكشي قلت لكم هذا رسم هذا مثالي غير باش تعرفوا شنو هي بي بي ار. واخ اجي نشوفوا فير فاليو كاب الاولى. فير فاليو كاب الاولى تكونت لهنا كيف ما عارفين مثلاثه تجمعات، اللي ما عرفاش يجي الدرس ديال فير فاليو كاب باش يعرف مزيان مكونات ديال فير فاليو كاب الحقيقيين، ماشي كيف ما اغلبيه عارفين. فمثلا هذه تراسينا، هذه فير فاليو كاب ميريش، هذه هابطه ياك. فين هي؟ بدات من هنا سالات هنا مزيان. فير فاليو كاب الثانيه اللي جات فين جات؟ جات عندنا بدات هنا وسالات هنا. فكما كتلاحظ وكتشوف قدامك هنايا كاين واحد الخوا، بحال مثلا هذا التراساج اللي متراسين وانا نحيدو. واخ هذه الفير فاليو كاب وهذه فير فاليو كاب. مزيان نمشيو حنا خطوه بخطوه سيدي. ها شنو كاين؟ هداكشي اللي متداخل بالفير فاليو كاب، هادشي اللي متداخل، وهادشي برا، هادشي ما متداخلينش فيه فير فاليو كاب بجوج. فهادشي اللي برا ما كنحتاجوش وما كنطراسيو غير اللي لداخل. فهادشي اللي لداخل هو اللي كنسميوه بالانس برايس رانج. اوكي مزيان. دابا انا طراسيتهم بجوج طرق واللي عجباتك ديرها، المهم هو انك تعرفها وتشوفها وتراسيها. دابا اذا هاد فير فاليو كاب، هاد الشياطه اللي دابا باقا فير فاليو كاب غنسميناها الشياطه. فما بقناش محتاجين حنا ومحتاجينهاش، محتاجين غير هاد لازون هادي. وكذلك من هاد فير فاليو كاب محتاجينش هادشي هذا، محتاجين غير هادشي اللي الوسط. مزيان. هذا مثال كيف ما قلت لكم
فاش كتكون جات هاد الفير فاليو جاب ماشي قد مع الفير فاليو جاب الاخر. فاجي نشوفو رسم توضيحي الاخر حتى هو باش نعرفو نرسموه وتراسيوه. فكيف ما كتشوف شوف الفير فاليو جاب لاميج ديالي من غنبدا وها منين فهمتي، او فير فاليو جاب الاخر هاي منين غتبدا تراسا تحت. علاش؟ فهادو هما الفير فاليو جاب اللي هابطه واللي طالعه البارش والبوليش، فالقاسم المشترك بيناتهم هو هذا اللي تراسينا. فهادشي هذا اللي ما داخلش الفير فاليو جاب الاخرى فما عندنا ما غنديرو بيه، خاصنا حنا صافي تراسينا. ملي تراسينا الوسط ديالهم هاهم القاسم المشترك ديالهم هو هذا، فملي تراسيناهم فاحنا غنحيدو هادو. مفهوم؟ ومع الوقت غتولي تراسيهم بكل سهولة بلا ما تحتاج انك تبدا تراسي في الفير فاليو جاب الاولى والثانية وهذا. فحنا كنمشيو خطوة بخطوة غير باللي ما عرفش يعرف، ولا حتى اللي عارف كنضمن ليه بانه غيعرف في شي حالات عمرو شافهم او كان غافل عليهم. فكيف ما كنقولوا دابا دخلنا للعمق ديال هاد البالانس برايس رانج. فاللي غنقول لكم كون اكيد 100% بان هادشي اللي غنقول لك عمرك غادي تشوفه في شي فيديو في المغرب كاع او عند الناس، او قليل اللي غيكون شارح هادشي، لكن بهاد التفاصيل اللي غتشوف دابا راه ما كاينينش. فكيف ما نشوفو كيف قلت لكم عندنا 3 ديال الحالات فاش في بالانس برايس رانج العادية، وعندنا 3 ديال الحالات بالانس برايس رانج اللي كنسميوها دابا ماشي عادية. علاش ماشي عادية؟ حيت داخل فيها البريكر بلوك، واللي ما عرفش بريكر بلوك راه هادشي اللي كنقول لكم، راه اي درس درشو وغنديروه مع بعضياتنا سواء كان قبل سواء من بعد عنده علاقة مع بعضياتو. فهاد الدرس هذا اللي كنديرو فيه دابا عنده علاقة باللي قبل منه وعنده علاقة باللي جاي من بعده، كون اكيد. وفي الدرس الجاي غنذكروا البالانس برايس رينج بطبيعة الحال. فعلى اين عندنا 3 الحالات في كل شق من هاد جوج اللي درنا. فشنو كتبان هنايا باختصار؟ الحالة الضعيفة، الحالة المتوسطة، الحالة القوية، فيهم بجوج. غنشوفوا كل حالة بوحدها باش عمرك تدوخ في السوق. فاجي نشوفوا الحالة العادية، الحالة يعني كيف نقولوا الحالة العادية الضعيفة فيها واخا مهم. كيف ما كنشوفوا هنايا عندنا واحد الشروط خاصهم يكونوا، انا مبغيتش نكتبهم لكن درتهم في الشرط قدامك بحال هكا باش نتا تحاول انك تنوطيهم عندك باش تعقل عليهم او تسكريني هادشي اللي غتشوف من هنا لدابا وبقى تراجعو او عاود رسمو قدامك باش تثبت لك كل حالة بالشروط ديالها. في الحالة الضعيفة ديال البالانس برايس رانج العادية فهم عندنا واحد الشروط. اول حاجة كما كنشوفوا عندنا السوق طالع، فاول حاجة في السوق طالع خاصنا نشوفوا يتكون لينا بالانس برايس رانج. نفترض انه هنا تكون لينا فير فاليو جاب طالعة وفير فاليو جاب هابطة، وهنايا هي اللي فين عطانا بالانس برايس رانج. وغنشوفوا الفرق بينهم وما بين انفيرس فير فاليو جاب راه كيف قلنا قبيله يكونوا في نفس اللحظة. أعطيك واحد المثال، مثلا باش نبقاو غادي مزيان، مثلا هنا تكونت لينا فير فاليو كاب مزيان، هنا عندنا فير فاليو كاب. دابا البرايس ملي مشى راه كيمشي عاد كيرجع الفير فاليو كاب هادي، سوا غيكاسيها باش تولي انفيرس سوا غيرجع منها. مفهوم؟ لكن هنا في الامبلاي في البي بي ار شنو كيطرا؟ فراه اون فوا كتكون هنا فير فاليو كاب مع البرايس كيبغي يمشي ما كيمشيش، كيجي تم في نفس اللحظة كيعطينا فير فاليو كاب اخر. فهمتيني كيفاش؟ هذا هو الفرق ما بين الانفيرس فير فاليو كاب وما بين بي بي ار. مزيانة نطقها كيما بغيتي باختصار اولا
بالانس برايس رانج اللي عجبك. فدابا هذه حاجه مفهومه، اذا نقدروا نكملوا مراحل ديالنا. اذا فاش كتشكل لنا البي بي ار، هذه هي الاولى. اول حاجه البي بي ار. ثاني حاجه كنشوفوا المارشي ملي خرج منها شنو دار، واش جا دار لينا ماركت ستراكشر شيفت اولا رجع تفاعل مع داك البي بي ار وهبط. فاذا ما كانش شي قمه هنايا او شي قاع هنايا عفوا بان لي غادي توقع فيه ماركت ستراكشر شيفت او تشينج اوف كاركتر، فغنعرفوا انه غيرجع وغناخدو الصفقه ديالنا من هاد البالانس برايس رانج كيف ما بين. يعني في المرحله الاولى عندنا جوج ديال الشروط، هو ان بحال كان السوق طالع وهابط يعني نفس الحاله، هو ان تكون البي بي ار وما تكونش عندنا ماركت ستراكشر شيفت، حيت هذه نو ماركت ستراكشر شيفت مزيانه. اذا ملي ما كتوقعش لينا هذه كناخدو الصفقه ديالنا من هنا. الحاله الاولى شنو فيها جوج ديال الشروط. فالحاله الثانيه ميديوم بالانس برايس رانج، حاله متوسطه في القوه ديالها. يعني الحاله في القوه ديالها عندنا جوج ديال الحوايج اخرين اللي كانوا قبل وزيدهم حاجه. فكيف ما قلنا السوق طالع ياك، قلنا في الحاله الاولى ان خصها تكون لنا بي بي ار اللي هو اصلا مفهوم ديال الدرس ديالنا ديال اليوم، وما يوقعش لينا ماركت ستراكشر شيفت. لكن قبل منه كتكون واحد ليكويديتي. هاد ليكويديتي اذا تسويبات ورجع البرايس، فهمتي، فهادي كندخلوا في الحاله الثانيه متوسطه في القوه. يعني كتاخد واحد التاكيد اخر زيد. الحاله الاولى خدينا غير تاكيد واحد اللي هو خدينا غير ما طراش ماركت ستراكشر شيفت، لكن دانا في الحاله الثانيه خدينا جوج تاكيدات ليكويديتي سويب وماركت ستراكشر شيفت ما خصوش يوقع. فملي البرايس كيرجع البالانس برايس رانج، البالانس برايس رانج كناخدو انتري ديالنا منها وكندخلو. اللي غيقول لك الانتري على فكره، حيت كاين اللي غيسولك السؤال كيفاش ندخلو، واش ندخلو في الساعه واش هذا. انا دابا كنشرح لك المفهوم، لكن الانتري فين تدخل راه التحليل كتحلو في حاجه والانتري ديالك تاخذها في حاجه. ولا كنتي ما عارفش هذا المفهوم كيفاش انت اصلا باغي تدخل ودير صفقه وهذا المفهوم اصلا تجاهل عليه وما عارفوش. فهذا غير جواب شي واحد يقدر يكون باغي يدخل مزروب ولكن اصلا مازال مكملش قرايشو كيفاش غادي دوز الامتحان ديالك. فهذا غير مثال وديس. فالحاله قويه اللي هي الحاله الثالثه في البالانس برايس رانج العاديه كيف ما سميناها حنا، عندنا ما سبق شنو بالانس برايس رانج اللي تكونت لينا، نو ماركت ستراكشر شيفت اللي ما ضرباتش، وليكويدي سويب اللي شفنا في المرحله الثانيه. يعني عندنا واحد جوج، هذه بطبيعه الحال خصها تكون. فالتاكيد الثالث اللي كيخلينا ان هذه الحاله تكون قويه مزيان وهو كتوقع هاد الانديوسمنت. فاش كتوقع عندنا هاد الانديوسمنت هادي وكيرجع البرايس لهذاك البالانس برايس رانج، فغتاخد انتري ديالك عاوتاني من هاد المنطقه هادي وغتدخل بكل اريحيه والبرايس غادي يكمل اتجاه. فهادو ثلاثه الحالات اللي شفنا خاصك تعاودهم او تسكرينيهم ياك، هادو كيتعلقوا بالبالانس برايس رانج العاديه. فدابا اجي نشوفو البالانس برايس رانج اللي قلنا حنا ماشي عاديه، فيها بريكر بلوك. فكيكون عندنا البريكر بلوك كنعتمدو على بريكر بلوك. فكيف ما قلت لك هاد الشرح هذا راه ما غاديش يكون في شي قنت اخر وما غتشوفوش. وحتى في الدوره اش خلاوها كيف ما كيقولوا دوره تكوينيه دوره تدريبيه ما نعرف ايش، راه ما كيكونش فيه هادشي غير باش تكون فاهم. فبما انك كتشوف هاد المعلومات في يوتيوب وفي هذا الوقت هذا اللي المعلومه فيه صحيحه قليله، فما تبخلش بالسبسكرايب والتفاعل ديالك في البارطاج مع الدراري اللي باغي ليهم الخير في هذا العلم هذا وفي هذا المجال هذا باش العائله ديالنا تكبر باذن الله. فدابا دخلنا المرحله الثانيه في البالانس برايس رانج. شنو هي؟ فهي مرحله متقدمه حتى هي
اذا وقعات لينا غنقولوا دابا حنا في البالانس برايس رينج البريكر بلوك ماشي في مرحله ماشي البالانس برايس رينج العاديه. فحتى هما عندهم ثلاثه ديال الحوايج، ثلاثه ديال التاكيدات وثلاثه المراحل. فالمرحله العاديه ضعيفه في القوه ديالها، فشنو كيكون عندنا؟ كيف ما قلنا كيكون عندنا السوق، عندنا السوق طالع، تكون لنا البي بي ار ديالنا قبل في الحاله الضعيفه ديال البالانس برايس رينج العادي. فاش كتكون لنا هادي شنو كنتسناو البرايس يجي هنا بكل بساطه. يجي هنا وناخذ الصفقه ديالنا، حيت ما كايناش ماركت ستراكشر شيفت كانت هنا. لكن دابا العكس، دابا الماركت ستراكشر شيفت وقع حيت البرايس ماشي جا هنا ورجع لا كمل. البرايس ما رجعش ليها في نفس اللحظه او واحد شويه، لا البرايس هرس ليه واحد القاع ماركت ستراكشر شيفت. من اللي وقع شنو طرا هنا؟ راه كان شنو باش تكون فاهم مزيان، هنا راه كان واحد الاوردر بلوك وفوقو واحد فير فاليو غاب وانت غادي ياك. ملي وقعت لنا هاد الحركه هادي وما رجعش البرايس من هنا هاد لازون هادي، فعرف ان اوردر بلوك هذا اذا كان قوي غادي يرجع البرايس مزيان. لكن اذا ما رجعوش وتكاسا غيولي بريكر بلوك، وبما انه ولا بريكر بلوك فهو قوي من اي مفهوم ما غتقدرش تعرفو نتايا. اوردر بلوك والبريكر بلوك هما اقوى حاجه في الاي سي جي ضمن المفاهيم الاخرى، فهمتيني؟ يعني فاش غتشوفها غتطبق على اي حاجه اخرى. فبما ان وقع البريكر بلوك هنايا، كان هنا هنا كان كان هنا اوردر بلوك، ولكن ملي تكاسا ولا بريكر بلوك البرايس شنو كيطرح ليه؟ كيرجع ليه كنا ناخدو منه هو الصفقه. اذا ما كتاخدش الصفقه من بالانس برايس رينج، كتولي تاخدها كتاكيد ان البرايس الا بريكا هذا البلوك فغتدخل من البريكر بلوك وما غتسناش يرجع لي. مفهوم هاد القضيه؟ فهنا الفرق بيناتهم، بين البريكر بلوك بالانس برايس رينج والبالانس برايس رينج العاديه، وهو ان ملي كيوقع البريكر بلوك ما كندخلوش من البالانس برايس رينج. صافي مزيان. فالحاله متوسطه القوه ديالها، حاله متوسطه القوه في البالانس برايس رينج بريكر بلوك. كيف ما قلنا ان ليكويديتي سويب كتخدنا ليكويديتي سويب بواحد القوه ديال الاوردر بلوك اللي كاين هنا. كيتكون لينا فاش كتكون لينا بي بي ار كنشوفوا شنو دار المارشي. فاذا جا هنا خدا لينا ليكويديتي سويب بان ليكويديتي ورجع هاد المنطقه غناخدو الصفقه ديالنا. لكن اذا ما رجعش في هاد الحاله اللي قدامنا غادي نشوفوا لهاد الاوردر بلوك شنو غيطرى عليه. فهمتيني؟ هاد الاوردر بلوك اذا تكاسا غيولي بريكر بلوك، فغادي ناخدو تاكيد اننا حنا عندنا قوه في هاد السيت اب هذا وندخلو من البريكر بلوك. مفهوم؟ دابا غنمشيو للحاله الثالثه اللي في القوه ديالها اقوى حاله. فهادشي هاد ثلاثه الحالات اللي كنقول لك او السته اللي كل حاله عندها ثلاثه، فبهم كتولي تقرا المارشي وكتفلتري شنو عطاك شنو قدامك باش انت تقرا. الا ما كنتيش عارف هادشي راه ما غتقراش. يعني ميمكنش تسول على الدخله اولا نجي نعطيك انايا دخله موجوده وانت ما عارفش هادشي شنو واقع قدامك. حيت تقدر هاد المعلومه تقدر تقراها انت غلط حيت ما عارفهاش وتدخل بشي دخله اللي انت على بالك صحيحه وما غاديش تمشي معاك كيف ما هي، حيت ما عارفش جميع المفاهيم كيف ما خاص يكونوا في المارشي. فعلى اي نكملوا. قلنا الحاله الثالثه ديال بريكر بلوك بالانس برايس رينج هي ان عندنا الشرط الاول ليكويديتي سويب انها تسويبا، وهنايا في قبل كان عندنا نو ماركت ستراكشر شيفت، فخص يوقع لنا ماركت ستراكشر شيفت. والانديوسمنت شوف فين وقعت لينا قبل، كانت خاص توقع لينا هنا حيت نو ماركت ستراكشر شيفت البرايس رجع من هنا. خاصنا شي انديوسمنت هنا
لكن ملي البرايس دار لينا مارك ستراكشر شيفت خاصنا نقلبو لواحد الانديوسمنت هنا قبل من هاد الاوردر بلوك اللي ولا بريكر بلوك. وملي غترجع الفيديو ديال الاوردر بلوك والبريكر بلوك غتلقى نفس الحاجه، فهمتيني؟ فكتولي الانتري ديالك هنا وماشي في هاد لازون هادي. اذا شنو استفدنا وشنو عرفنا؟ هو ان اذا تكاسات لينا هاد تكاسا لينا هاد القاع هذا اللي كون لينا قيمه جديده، او كان اتجاه طالع او تكاسا وغادي يولي معكس، فغنعرفوا اننا غندخلو من البريكر بلوك. واذا ما تكاساش البرايس رجع البي بي ار قبل من انه يكاسي لينا هاد القاع او قمة على حسب الاتجاه، فغنعرفوا اننا غندخلو من البالانس برايس رانج هي البي بي ار. فكنظن ان هادشي يكون مفهوم مزيان. علاش؟ حيت خاصك تفهمو بحال هكا. الا ما فهمتيش هادشي فما غاديش تقدر انك تريدي من بعد مستقبلا لراسك، فهمتيني؟ فبامكاني انني نعطيكم صفقات او لا شي حاجه، لكن شحال قدك انك تبقى تتابع بنادم؟ خاصك انت ناوي تعلم هذا العلم، انت كنت انت تريد راسك تخسر صفقات راسك وتربحهم راسك، لكن بوعي ماشي بتقمار، فهمتيني؟ هادشي هو علم، هذا مجال. فلا اي ما عليناش. فدابا حنا عرفنا ستة ديال الحالات، ستة ديال الحالات اللي انا متاكد بانك عمرك شتيهم وعمرك عرف شنو من هاد المصطلح، هاد المفهوم، وكاين اللي عمرو سمع به اصلا. مهم ما كيهمش دابا، فاللي كيهم هو انك تستافد من هاد الدرس هذا وتعرف بان راه الدرس اللي جاي ولا قبل منه وكاع الدروس عندهم علاقه مع بعضياتهم، عندهم علاقه مع بعضياتهم. فاستودعكم الله في الفيديو الجاي ان شاء الله.